الوقت مش هو العامل المهم بالنسبه لي. اتمنى تكون الثقه بس، لان هو ده التارجت كان من الفكره نفسها. يعني الفكره دي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا، ده الواقع، هي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا، ولكن انا لو هشتري بالفلوس دي الثقه انا موافق. انا كان خوفي والقصد لما قلت لك انه في ناس تانية هتزعل، مطورين اخرين. هل تتوقع ان السوق العقاري ممكن يحصل فيه ربكه، انه في شخص عمل كده فدي تحط مسؤوليه على مطورين تانيين؟ ايه اللي هيحصل بما انك بتقرا شويه احداث قدام؟ السؤال، انا عاده مش بحب اتكلم عن الزملاء خالص، وانا يمكن عاده اصلا انا بطلت ان اطلع اتكلم اصلا. لا بس انت اكيد حسبت حساباتك، حسابات هل المنافسه حتى. هل انا مطالب وانا بفكر في العملاء بتوعي اني انا افكر في المطورين وعملائهم؟ لا، بس خلينا ننتظر ونشوف. سؤال، بعض الناس لما تسمع الكلام ده لانه عرض جميل وذكي، انا تاني برجع اوصفه انه عرض ذكي، فين المقلب؟ مفيش؟ على مسؤوليتي في برنامج شغل عالي. شكرا. مهندس رامي، هل ممكن يتشاف ان في مقلب؟ ايه ممكن يكون؟ ايه ما اعرفش، هيهرب. ايه مش عارفه ده هدفع فلوس؟ يا ريت يكون بيسجل. هدفع فلوس عشان اهرب؟ هو اللي بيهرب النهارده هتهرب وهتمشي في حاجه غلط هتحصل. زمان كنا بنسمع ان اللي بيهرب بيلم فلوس. هل اللي هيهرب النهارده بيدفع فلوس؟ ده جديد قوي، ده حلو، ده حلو، ده راجل طيب يعني وبيرجع لنا فلوسنا قبل ما يمشي. ازاي هيهرب وبيدفع فلوس؟ انت سمعت الاتهام ده قبل كده صح؟ كتير. كل ما بتسافر بره مصر؟ لا، من غير ما اسافر بره مصر ببقى جوه مكتبي فعلا والله. يعني 90% من التوقيتات اللي سمعت فيها الاتهام ده كنت جوه مكتبي. يا مرحب في شغل عالي. حلقة النهاردة شخصية مثيرة للجدل بامتياز، قادر على صنع النجاح، كل مرة بيجرب وبيعمل حاجة جديدة، لكن كمان في كل مرة مش هيبطل إنه يدهشك. ضيف حلقة النهاردة المهندس رامي فارس، بشجعكم إنكم تتابعوها على كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب، كمان على كل منصات البودكاست، سبوتيفاي وأنغامي. بفكركم إنه للمتابعة والمشاهدة أكتر كمان إنه إحنا موجودين على لينكد إن وعلى إكس. يا مرحب في شغل عالي، وفي كل موسم من مواسم شغل عالي واضح كده ان احنا بقينا بنتفائل ببعض الشخصيات، من ضمنهم شخصية قادرة كل مرة على تغيير قواعد اللعب. يعني كل ما نطلع مع بعض في حلقة يرمي قنبلة ويسيبنا كده 2-3 ونرجع نقابله مرة تانية. مهندس رامي فارس، مبسوطة جدا انك معانا النهاردة. ده شرف ليا طبعا. شغل عالي طول الوقت بيدور على النماذج مش بس الناجحة، بس الناجحة بجد. احنا اتقابلنا يعني على المستوى المهني والإنساني في محطات كده 2015 أنا فاكرة. مظبوط. في قناة القاهرة والناس. صح. أنا شخصيا كنت مذيعة معجبة بشاب مصري مكافح بيقول فكرة ابني شقتك، وبيطرح فكرة جديدة وناس كتير مشيت وراك وصدقتك وانت ما خذلتهمش، صح كده؟ 2022 في شغل عالي برضو اتقابلنا وانت صاحب واحدة من شركات التطوير العقاري المتميزة في السوق المصري، وبرضو رميت قنبلة وقلت قصة كفاح كانت مفاجأة لناس كتير محدش كان يعرفها. النهاردة أنا عارفة أنك محضر قنابل خالص والله. أنا مش بحاول أفتعل أي مواضيع أو قصص. أنا يعني بتكلم نورمال، يمكن زي ما أنا وحضرتك بنتناقش حتى قبل الحلقة. أنا مش عايز أعرف حاجة، يلا بينا نتكلم. إحنا هنتكلم، إحنا هنتناقش. هذا أنا عارفة، وأنا عشان كده بدأت وقلت إنه إحنا مصدقين اللي أنت بتقوله حقيقي، لأنه بصراحة بيحصل من 2015 2022 النهاردة في 2024. انت كنت شايف المسار بتاعك انه هيتطور بالشكل ده؟ كنت شايف نفسك هناك؟ الواقع بتاع الامر انه من 2015 لو قلت لك ان انا كنت شايف اي حاجه اكيد هبقى بكذب. بس انا كنت شايف ان انا محتاج اشتغل بس. انا لازم اشتغل. اوكي. اشتغل، احلم. اوكي. واحط حلمي على ورق. ويمكن ده اتكلمنا فيه في الحلقه اللي فاتت ف 22. احلم واحط حلمي على ورق واتحرك وراه واشتغل. هشتغل وانا ونصيبي. اكيد من 2015 لو قلت لك ان انا كنت واثق ومتاكد
في فرق ما بين انا كنت بحلم وبتحرك ورا حلمي، وبفرق ما بين ان انا واثق ان انا هوصل للمكانه دي النهارده الحمد لله رب العالمين، ابقى اكيد مش صادق خالص. فهمك. مش كلنا بنبقى واثقين، بس نبقى شايفين. يعني شخص بيبقى شايف نفسه في منطقه معينه. انت كنت شايف نفسك، عارف اسئله الاتش ار، كنت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ السؤال ده الناس بتتريق عليه، بس انا بلاحظ انه بيحصل، انه بجد اللي بيشوف نفسه في حته بيوصل لها. كنت بشتغل، يعني انا كنت بعمل عليا وزياده شويات كتير. يعني كنت بعمل عليا وزياده شويات كتير قوي قوي. انا يعني فعلا كنت بشتغل كويس جدا، وبشتغل كتير جدا، وبركز جدا 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 في شغلي، وبدي وقتي كله بالكامل لشغلي. وصفه مهندس رامي: احلم، حط حلمك على ورق واشتغل. اشتغل بس، اشتغل، ما نقعدش نفكر في عوامل خارجيه تانية يعني. اشتغل اشتغل تليق مع شغل عالي. اشتغل 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 اشتغل. لازم بجد يكون كل تركيزنا اشتغل اشتغل، وفكر في اي حاجه تانية. اشتغل. انت هتحس بالفشل، اشتغل. هتحس انك بتوعى، اشتغل. هتحس انك مش الطف حاجه، اشتغل اشتغل، وحس اللي انت عايزه، بس اشتغل. كل حاجه هتتظبط لوحدها. شكرا. لو رسمنا خط بياني كده للمراحل اللي اتغيرت فيها شخصية رامي فارس اللي احنا قاعدين معاه النهاردة، تقدر تقول أيهما أكثر إقبالا على فكرة الشغل والحماس؟ الشاب المهندس بتاع 2015 ولا النهاردة، ولا نفس الشخص؟ مش المفروض أقول كده، بس أنا كل وقت بحس إنه أنا عندي قصور. يعني أنا لو هرد على السؤال ده فعلا هقولك بتاع 2015. هتقولي بس انا عارفه انك كل يوم في الشركه وانت طول الوقت في الشغل. هقولك مش عارف، بس بحس ان انا دايما عندي قصور. يعني انا طول الوقت حاسس ان انا عندي قصور، مش عارف ليه. ممكن يكون ده دافع ان دافع ان اشتغل. يعني ده ممكن يكون ده، لان اللي حاسس نفسه تمام وصل مش هيكمل. لا انا بجد، انا بتكلم بجد على فكره والله، مش بقصد كلام تنميه بشريه او حاجه، بس انا فعلا لو قلت لي 2015 هقول لك انا كنت بشتغل كتير جدا جدا. طب انت لو قلت لي هو انت امبارح اشتغلت كام ساعه؟ اشتغلت امبارح، نزلت من البيت الساعة 9 الصبح، راجع البيت مثلا الساعة بخلص شغل 10 بالليل، فاشتغلت لي مثلا حوالي 13 ساعة. لا قليل، عشان انا الاول كنت ممكن اشتغل مثلا 18. فانا حاسس انه قليل. انا حاسس مع انه يعني التوقيت ده لما كنت بشتغل بايديا وبنفسي. النهارده هو مجهود ذهني، والمجهود الذهني انا بعتبره انه هو نتائجه اقوى بكتير من المجهود العضلي. فانا ممكن يكون شغلي دلوقتي فعليا ال 13 ساعه دول يكونوا افيد كتير جدا من ال 18 ساعه. فانا بحاول طول الوقت ان انا بحسس نفسي بلوم، انا مقصر عشان اقوم بكره انا اشتغلت امبارح 13 ساعه بس، فانا عندي مشكله، فاقوم بكره اشتغل 14 عشان ارجع اشتغل ال 18 ساعه تانية. واللي هو ده مش طبيعي. يعني هو ده مش طبيعي، بس هو ده او هي دي الحاله اللي المفروض، انا شايف كده من وجهه نظري، اني احط نفسي فيها طول الوقت علشان ما ريحش. بلغه السوق كده ما ريحش. بلغه السوق ما ريحش، وبلغه البيزنس يقولوا كده انه الحركه هي اللي بتصنع الفرص. طبعا. في اي اتجاه بتتحرك. يعني بتصحى الصبح تقول عايزه اروح فين؟ انا بصحى والحركه الصبح. هنا مش لازم برضو جسديه يعني. ايوه انا فاهم. لو احنا اتكلمنا عن يومي من اول ما بصحى من النوم، لازم اروح الشركه. اعمل ايه بقى؟ اروح ودوني الشركه. ودوني الشركه بجد، ودوني. يعني انا نو واي ان انا افطر في البيت. مستحيل. انا من لحظه ما بصحى لازم بالكتير قوي 15 دقيقه ابقى في عربيتي اروح الشركه ويلا نبدا اليوم. يعني لازم تحطيني على مكتبي ويلا نبدا اليوم، نبدا بقى نخطط. لكن لازم الصبح اول حاجه لازم اتحرك على المكتب. ولو صحيت متاخر بيبقى خلاص اليوم انا عندي مشكله طول اليوم. هو ده السعي بتاعك. انا قاعد يلا نروح الشركه وبعد كده نتكلم في اي حاجه، كأن قاعد في الميدان المعركه يعني. بالظبط. لا لازم اروح اشوف شغلي، واروح اشوف شركاتي. تشتغلش مره من البيت، ما بتشتغلش مره من الساحل، ما تشتغلش، ما تغيرش المكان. بسافر طبعا بس وانا هناك طول الوقت عندي دي المشكله دي بقى. طول الوقت ماسك التليفون. طول الوقت ماسك التليفون. يعني اكيد طبعا باخد اجازات بدون نقاش. يعني انا دلوقتي من سنتين فاتوا ما كنتش، يعني لما اتقابلنا في 22 لا انا كانت اجازاتي قليله جدا جدا. دلوقتي لا طبعا عشان في تطورات كتيره جدا في الشركات، عيلة وفي بيت وفي حياه. بدات دلوقتي ان انا لا باخد اجازات بصراحه. بس حتى في الاجازه دايما التليفون موجود طبعا. كلامك بعض الناس تستقبله على انه حب الشديد للشغل
وبعض الناس تقول انا مش عايزه ابقى كده. اللي مش عايز يبقى كده واللي اختار ان انا مش عايز اشتغل 12 ساعه، مش عايز اشتغل 18 ساعه، ليه بيزعل منك لما تنجح؟ طيب انا هقول حته لطيفه صغيره خالص. هو ممكن حد تاني يشتغل 8 ساعات ويكون اشطر مني ويقدر ينتج في ال8 ساعات دول اكتر من اللي انا بنتجه في ال14 او 13 ساعه. ده عادي جدا وممكن يحصل. بس في فرق كبير جدا ما بين اللي عايز يشتغل اقل واللي مش عايز يشغل دماغه. يعني هو الموضوع مش عضلي خالص على فكره، هو الموضوع ذهني. ففي فرق كبير جدا جدا ما بين اللي هو انا عايز اشتغل 8 ساعات بس في اليوم وماليش دعوه باي حاجه تانية. هو ممكن يكون بيشتغل 8 ساعات بينتج فيهم اكتر مني بكتير، واكون انا بشتغل 16 ساعه قدامه. يعني العبره برضو بالانتاجيه، انت بتعمل طبعا. حاجه، طبعا مش ان انت بتكسل وتريح. ما هو ايه الفايده من ان انا اشتغل 16 ساعه بس ما بنتجش فيهم؟ طب عندي سؤال، بحبك الرهيب ده للشغل، باصرارك على التواجد في الشركه كل يوم رغم ان عندك فريق كبير جدا واحنا عارفين ده وبيقوموا بكفاءة بكل المهام، ليه تنازلت عن إدارة أو عن رئاسة مجلس إدارة شركة رافكو؟ وتأثير ده على الناس إيه؟ الناس قلقت إنك عملت الخطوة دي. طيب قلق الناس في حد ذاته ده شيء كويس جدا جدا ويحسب لينا، لانه قلق الناس من ثقتها في كاركتر او في شخص رامي فارس نفسه. هم عايزين رامي فارس، هو رامي فارس موجود على فكره برضه ما راحش في حته، ولكن الشركه كانت وان شو، وده مش افضل سيناريو. هي بدات كده وكانت دي البدايه الطبيعيه ليها، لان احنا لما بدانا في 2015 ما كانش عندنا اي حاجه. يعني ما كانش عندي اي حاجه، انا بدات بموظفه زي ما قلت قبل كده كتير، ما كانش عندي اي حاجه. فالشركه بدات بيا، فكنت انا اللي ببيع وانا اللي بعمل الماركتنج المحدود طبعا جدا وقتها، انا اللي بعمل الحسابات البسيطه جدا وقتها. مع التطور سنه ورا سنه ما لحقناش اول سنتين، ويمكن الكلام ده قلناه سوشيال ميديا كتير قبل كده، ما لحقناش ان احنا نتطور داخليا. فبالتبعيه كنت انا برضو اللي بعمل معظم الحاجات، كنت انا المهندس وانا المشرف وانا الكذا وانا كذا، مع اعداد بسيطه مع اعداد بسيطه جدا من الموظفين. فهي الشركه قامت كده ومن شو لحد ما تطورنا ووصلنا ل 2018 ودخلنا العاصمه الاداريه الجديده وكومباوند الموندو في العاصمه الاداريه الجديده. وبرضو لحد المرحله دي كان عددنا في الشركه لا يتخطى ال 12 فرد، واحنا عندنا مشاريع بحجم استثمارات ضخم وكبير. فلحد هنا انا شغال ومن شو. بالتبعيه فضل ده مستمر معايا غصب عني لحد ما دخلنا 2020 واخدنا وعملنا اللونش بتاع المول الاولاني، وبعد كده اللونش الثاني بتاع التاور، وبعد كده اللونش التاور اللي بعديه. فلحد هنا انا ومن شو. استغلينا 22، كان عندي رؤيه في 22 انا فاكراها. ممكن تسمح لي افكرك بيها؟ انت فاكرها؟ في 22 عملنا معاك لقاء اعتقد في شهر فبراير، اعتقد مظبوط في بدايه السنه، وانت وقتها قلت ان في ازمه اقتصاديه كبيره هتحصل نهايه السنه، وحصلت. كان نهايه السنه صح؟ اوكي، بعد الحادثه. انت فاكر انت رابط الاحداث طبعا. ازاي كنت متوقع الصعود الكبير في الدولار؟ انا عارفه ان في ناس بتقرا السوق، الى اي مدى خبرتك في السوق العقاري خلتك تقرا السوق لدرجه انك خدت قرارات توقفت بيها امتى؟ هقول لحضرتك، عندي حاجه لطيفه جدا. انا عندي اعتقد انها ميزه، ان انا عارف عيوبي وعارف مميزاتي. عارف عيوبي ومعترف بيها جدا كشخص كاداري، وعارف مميزاتي كشخص وكاداري ومعترف بيها جدا. وانا صريح جدا مع نفسي، وبعرف اقف قدام ناس في المرايه واقول انت عندك المشكله الفلانيه، انت عندك القصور في الحته ديت. فانا بعرف اعمل كده كويس جدا جدا. من مميزاتي ان انا بعرف اقرا الاحداث. يعني انا بعرف اقرا الاحداث. كنت بتكلم انا يعني الادارات عندي في الشركه، فكانوا بيتكلموا معايا انه بنحس ان عمرك مش 38 سنه، بنحس خبرتك اكبر. فبقول لهم هو الخبره العمليه فعليا بتاعتي مش 8 يعني انت بتحسب على الشاب اللي بدأ شغله في 25 او 26 سنه بعد ما خلص جامعه وكذا وكذا. ما انا بشتغل من وانا عندي 8 سنين. فبالتالي هتبص تلاقي ان خبرتي العمليه 30 سنه. فانت لما هتيجي تقيسها، انا عندي حاجه بتاعت 12 سنه زياده كده. يعني بالظبط خبره عمليه فعليا شغل، ومش بس بالزمن زي ما انت قلت، ما هي خبره عمليه. انا بتكلم خبره عمليه قد ايه يعني. عملت ايه في الوقت ده كله على مراحل طبعا مختلفه وباشكال مختلفه، في خبره عمليه تمام. فده كان بيسمح لي ان انا اعرف ما بين خبر وخبر اشوف ما بين السطور.
يعني ده انا يعني مش عارف، انا ممكن اكون شاطر في الحته دي شويه او ادعي ان انا شاطر في الحته دي شويه. فمن بدايه 22 كنت عملت حاجه لطيفه جدا جدا، جمعت التيم بتاعي في الشركه كله بالكامل، وانا عارف انه في الطبيعي ده ما ينفعش يحصل، بس في الظروف دي عشان انا كير جدا كنت في التوقيت ده على الموظفين بتوعي، فده كان لازم يحصل. جمعتهم كلهم بالكامل وقلت لهم عندي اخبار ليكم مش لطيفه. قرايتي للسوق العقاري سنه 22 كنا 22 تحديدا، قلت لهم قرايتي للسوق العقاري السنه دي الدولار سعره هيتغير مرتين 3. فده طبقا لقرايتي، دي توقعاتي وده اللي انا قريه وهنتصرف بناء عليه وانا مسؤول عن ده. طب ده تبعياته هتكون ايه؟ اجباري هيحصل مشاكل في البيع، لانه العميل مع اول زياده دولار شويه بتلاقيه ان هو ايه تهز منك شويه. هو مش هيلحق يفوق من الزياده دي عشان يبدا ياخد قرار الشراء وهيتخبط في زياده تانية. فهنا العميل هيهنج منك. يعني ايه هيهنج منك؟ يعني خلاص مش عارف افكر. يعني السوق العقاري اتعرض لهزه بسبب تغيرات سعر الدولار ولا العكس، ولا الناس راحت بسرعه تحط فلوسها في العقار؟ صحح لي. انا اسف، الواقع بيقول عكس كده. الواقع بيقول عكس كده. اللي حصل في بعض الشركات العقاريه استغلت التغير بتاع سعر الدولار ونزلوا السعر عشان يسحبوا الفلوس من العمله، وده ما كانش صح، وده اللي احنا عملنا عكسه تماما. فخليني اكمل لك الحته دي هتفهمي الصوره كانت عامله ازاي. في شركات عملت كده فعليا واعتقد النهارده وضعها لا يحمد، يعني الموضوع مش الطف شيء عندهم خالص بعد القرار ده. فوقتها انا قلت للناس انا مش عايزكم تخافوا، السوق هيحصل فيه شويه متغيرات السنه دي، هتلاقي نفسك ما بتبيعش، ما تخافش. المشكله مش عندك، المشكله في الماركت نفسه مش انت. المشكله هي ازمه على مستوى البلد نفسها، فالمشكله مش عندك خالص، ما تقلقش. انا هنا كانت قصتي كلها انا عايز احافظ على الموظفين بتوعي، مش عايزهم يتهزوا، عايز احافظ على المديرين بتوعي، مش عايزهم يتهزوا، مش عايزهم يحسوا ان هم اللي عندهم القصور وهم اللي مش عارفين يبيعوا. فجماعه ما تخافوش، اهدوا. هيحصل شويه متغيرات في الماركت السنه دي، في شركات كتيره هيحصل فيها تقلبات، اعتقادا منهم ان الازمه في الاشخاص اللي كانوا المديرين او ان كانوا الموظفين، وهتلاقوا الناس بتمشي من هنا وهتلاقوا ناس بتمشي من هنا، وهتلاقوا حركه تنقلات كبيره وكتيره جدا جدا، وهتلاقوا شركات بروكريج صغيره اللي هي مش هتقدر تستحمل الازمه هتقفل. هيحصل شويه حاجات. فالكلام ده حصل فعليا 22 انا قلت لهم وبناء عليه اول حاجه هنعملها احنا هنوقف المبيعات تمام. وطلعنا بيان وقتها على الصفحه عندنا رافكو وقلنا ان احنا بنوقف المبيعات لفتره ما، ووقفنا بيع. ادي اول حاجه. ليه نوقف بيع؟ لانه انا مش عارف احنا رايحين فين. فانا حافظ على الانفنتوري بتاعتي، انا الحمد لله عندي كاش فلو مغطيني، فانا تمام، فانا مش محتاجه ابيع. انا ما عملتش اللي حصل ده، وده الله اعلم. يعني هو مش هقول ان هو مش ذكاء من الناس، ولا هقول ان هو شطاره مني، بس هقول ان هو ده كان توفيق ربنا. انه انا كان قراري انا هوقف بيع، على عكس قرارات تانية احنا هنقلل السعر ونسحب الكاش اللي مع العملاء. لا، هنقلل السعر دي ما عنديش بيها معلومه، لكن اتليست هنثبت السعر. ثبات السعر في حد ذاته ده تقليل السعر. ما هو ما ينفعش الدولار بجنيه يبقى بجنيه ونص وانت سعرك زي ما هو، ولا لسه مثبت. طب ما يعني انت المفروض تزود السعر، ده طبيعي جدا عشان الخامات عندك كلها هتزيد، كل حاجه عندك هتزيد. فلو انت ثبتت السعر ده في حد ذاته اسمه انت قللت السعر، لان غيرك ثبت واعلاه. هقول لك معلومه وصحح لي. بتقاس قوة شركات التطوير العقاري بمحفظة الأراضي بتاعتها. أوكي. كتير من المطورين بياخد الكاش فلو ده المتاح والموجود، والناس مقبلة على البيع لأنها عايز تحافظ على قيمة فلوسها، يشتري بيها أرض يكبر حجم الشركة. أنا عارفة التطور الطبيعي بعدها بيحصل إيه، إنه بيبقى فيه تعثر. ما عملتش كده ليه؟ ما حضرتك لسه قايله عشان أنا عارفة التطور الطبيعي بعدها اللي بيحصل تعثر. هو لازم نجري؟ الناس تقول كده. لا، لازم نجري. يعني ما ينفعش نمشي واحدة. احنا شركة عارفين قدراتنا وامكانياتنا. دي فلسفتك. ما انا بس بقول لك ان دي فلسفة ناس كبيرة في السوق وناجحة جدا. اوكي. انا ما مشيتش من اللحظة الاولى على منهج حد. يعني من اللحظة الاولى من ابني شقتك من 2015 لما اتقابلنا انا وحضرتك في القاهرة والناس، انا ما كنتش ماشي على منهج حد. انا خلقت منهج وكملت وبدأت طريقي من خلاله وتحركت فيه. فأنا ما بفهمش فكرة إنه أصل الناس بتعمل كده. اتس اوكي. هو كل واحد عنده أسبابه وكل واحد بينجح بطريقته. هل أنا هنجح بالطريقة ديت؟ أنت وقفت بيع. أنا وقفت بيع تماما. مين لامك جوه الشركة؟ مين قال لك إن ده خطر وإن ده؟ إدارة المبيعات كلها بالكامل ما كانتش موافقة طبعا على الأمر. الإدارة المالية كانت معايا
لانه هو مش فارق معاهم. هو بالنسبه للاداره الماليه طول ما عندها كاش فلو كويس فهو يقول لك وقف لي بيع. الاداره الماليه انا عايز اعظم الانفنتوري بتاعي، فبما انه في زياده جايه الاداره الماليه حتى ما تحبش تزود على فكره، تقول لك وقف بيع لحد ما اشوف الامور هتوصل لفين عشان اعرف ازود صح. يعني دايما الاداره الماليه طول ما هي عندها كاش كويس فيقول لك وقف، انا مع انك توقف بيع. فبصراحه الاداره الماليه كانت معايا وكانت في ظهري، وده كان مهم جدا بالنسبه لي، لانه انا برضو انا مش الشخص، انا ديكتاتوري شويه في الشغل واضح. يعني مش عايز اقول بصوت عالي بس بحب اسمع برضو. يعني انا بحب اسمع بصراحه. يعني انا لا يلا نقعد على الترابيزه ونتكلم. لو اقنعتني بالظبط انا واخد القرار بس لعل لو عسى حد يقنعني بشكل او باخر انا يعني يلا بينا، انا ممكن اسمع وممكن اغير قراري في حاجات كتير على فكره. كنت ببقى واخد قرارات بس بقعد اتناقش. اسالك سؤال تقني شويه، وانا عارفه ان الناس دلوقتي بقت عارفه المعلومات دي كلها. احنا فاهمين ان المشتري بيحط فلوسه مع مطور عشان الراجل ده ياخد الفلوس دي يبني بيها. ليه المطورين ما بيعملوش كده؟ ليه مش اول ما بيدخل الكاش فلو بيحصل بنى حقيقي على الارض؟ ايه الواقع اللي بيعطلكم؟ طب انا هجاوب على دي، بس هجاوب على السؤال لان انا قلت لحضرتك السؤال اللي انت سالتوني هو انت ليه حطيت او غيرت الهيكله بتاعت الشركه كلها بالكامل وخرجت من رئاسه مجلس اداره ترافكو. فانا عشان انا شرحت لك بس احنا 22. انت مركز اكتر مني، يعني انت مركز في الاسئله اكتر مني. احنا 22 اخذنا لما اخذت قرار وقف البيع وانا كانت توقعاتي لنهايه 22 فقط انه هيحصل زيادات في الدولار. ما كنتش شايف 23 وكنت متخيل ان هيحصل انفراجه في 23. فيعني ايه برضو توقعاتي كانت على مدار 22 فقط لا غير. في السنه دي انا عارف ما عنديش حاجه تتعمل، انسحبت من السوق كماركتنج وايز، ما بقيتش بعمل ماركتنج، انا بوفر كل جنيه خلاص. يعني انا عارف ان مفيش بيع هيحصل وشويه هدوء ومش عارفين ايه اللي هيحصل في الماركت، وعندنا السنه كامله انا متاكد ان ده يحصل فيها. فمع اول خبطه توقعاتي بدات تبقى صح. تمام. وقفوا بقى ماركتنج، وقفوا اموركم، وقفوا الدنيا، هدوا الدنيا. رحنا ننزل قرار تاني وقتها ان احنا نقلل العمولات بتاعت البروكرز، وده يعني ايه احنا وده زعلهم منك قوي. انا عارف بس هو المقصود مش شركات البروكرز نفسها، مش هم المقصودين خالص بالامر. بس هي كانت المقصود الرساله ان يا جماعه احنا متمسكين بوقف البيع. احنا متمسكين بوقف البيع. الناس ترجمت ده انه خروج من الماركت لسبب انك خلصت مبيعات. ده مش صح. احنا النهارده مش في 22 النهارده عندنا 30% انفنتوري تقريبا في الموندو، وعندنا تقريبا 40% انفنتوري في كل تاور من التاورز بتاعتنا. فاحنا الحمد لله رب العالمين عندنا انفنتوري مليارات النهارده واحنا بنتكلم. ده كان ليه؟ عشان القرار اللي اخدناه في 22 انه ستوب. انا عايز اقول لك 22 و23 على فكره، يعني لما بدات الاحداث في 23 قلنا برضه استمريت بقى خلاص بقى. انا ما كنتش قاري 23، انما لما بدات 23 تدخل علينا والاحداث تبدا ستوب زي ما انتوا. اول مره اشوف حد بيفرح انه ما يبيعش. طبعا الناس بتفرح انها بتبيع. بحمد ربنا النهارده على القرار طبعا، يعني بدون نقاش. احنا كنا بنفرح في 2020 ان احنا بنبيع. ليه؟ الامور كانت ستيبل، يعني كانت واضحه بالنسبه لنا، كان في ثبات واضح. احنا كنا شايفين الامور شكلها عامل ازاي ومتوقعين اللي جاي الى حد ما، حتى الزياده كنا متوقعينها. ولكن اللي حصل ما كانش افضل سيناريو. طبعا انا بتكلم على نهايه 2020. بالمناسبه احنا في 2020 كانت مبيعات كويسه جدا في الماركت كله بالكامل، حتى ازمه كورونا كانت مبيعات كويسه جدا جدا. فلما عملنا ده في 22 نرجع بقى للسؤال الرئيسي. كان لازم ارتب البيت. انا كان عندي تايم، فلازم بقى ارتب البيت من جوه. رؤيتك للانسحاب من رئاسة مجلس الإدارة عشان يبقى عندك وقت أكتر للتخطيط مش للتنفيذ. مفيش تنفيذ بقى دلوقتي. مفيش تنفيذ. عندي بقى نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى إنه هو مش أفضل سيناريو إن الشركة تمشي وما نشوف. ده مش البيست كيس سيناريو. بس شركتنا كانت بدأت كده وكانت لازم تكمل كده للمرحلة دي، فكان لازم نقف في لحظة. فدي كانت أنسب لحظة نقف فيها ونقول إحنا محتاجين نرتب البيت صح ونعمل كيان مؤسسي. وده كلام معقول. بالظبط. دور مهندس رامي فارس ما زال لحد النهاردة مهم. ظهورك قدام العملاء مهم. وبالمناسبة ده بينطبق على أي مطور عقاري. الناس بتثق في شخص أكتر، وطبعا بتثق في براند، بس بتثق في شخص. دلوقتي دورك في مجلس او في رافكو، شركه رافكو للتطوير العقاري ايه؟ بشكل رسمي ولا غير رسمي؟ لا بشكل على الهوا. انت على الهوا دلوقتي. على الهوا. الواقع اني موجود. انا بسحب نفسي الى الان. الواقع اني موجود. يعني انا ما بعرفش
ما اسالش ايه اللي حصل على التفاصيل، ما اعرفش. ده مش صح. انا بقول اهو ده مش صح يا جماعه، ده مش صح، ما تعملوش كده، ما تعملوش كده، ده مش صح. بس الكاركتر كده ما بعرفش، يعني فعلا ما بعرفش. الناس بتبقى متخيله. لا انا بسالك بشكل رسمي. الناس عايزه تعرف هل انت موجود بشكل رسمي. الناس اتعاقدت مع رافكو رامي فارس بشكل رسمي. انا مش موجود. انت مش حاسس كده انك بتضر شركتك وانت بتقول ده؟ لا ليه خالص خالص. انا بقول اهو بشكل رسمي. رسمي ده يعني ايه؟ رسميا يعني علاقه تعاقديه مع شركه ورئيس مجلس ادارتها فلان. هو احنا نفرح لما الكيان يكبر ولا لما يفضل ثابت؟ يكبر طبعا. طيب ما ده الواقع، ان الشركه بتكبر، والاصح للشركه ان اللي يبقى ليها مجلس اداره كبير. يعني ده الصح للشركه. مش شخص. الشخص ده لو لا قدر، على فكره انا بدات انت هربت من السؤال على فكره خالص والله. انا دورك ايه دلوقتي؟ هجاوب. انا في عميل من العملاء في وقت من الاوقات قال لي معلش يا باشمهندس انا عايز اسالك سؤال، هو لو لا قدر الله جرى لك حاجه احنا فلوسنا هيحصل فيها ايه؟ ده حصل. ده كل العملاء بتسال السؤال. ما ليه لانه الكيان كله مبني على شخص. وده خلاني انه ابدا افكر انا امتى هقدر احول شركتي الى مؤسسه عمل مؤسسي. بالظبط، العمل المؤسسي. امتى هقدر اعمل ده؟ لما جات لي الفرصه في 22 مع التوقف اللي انا والقرار اللي انا اخدته بتوقف، فتحركت فورا اني ابدا اكون مجلس اداره ورئيس مجلس اداره، ويبدا الشركه تقوم بالشكل الصحيح بتاعها. هنا العميل انا متفهم جدا فكره انه لا انا ماليش دعوه، انا عايز رامي فارس هو اللي موجود عشان انا واثق فيه. اشكرك جدا جدا على فكره. بس صدقني رامي فارس هو المالك، وثقتك موجوده زي ما هي، او بتمنى تفضل موجوده زي ما هي. ورامي فارس لسه كير على كل جنيه، ورامي فارس موجود من بعيد بيتابع وشايف ومسؤول. على فكره الموضوع هنا مش ورقي خالص. خالص. رامي فارس مسؤول الى الان قدام حضراتكم، قدام المجتمع، قدام الناس، قدام ربنا. هو موجود ومسؤول. بس الفكره انه ده الافضل للكيان. عشان الكيان لو رامي جرى له حاجه النهارده الكيان ده مستمر. ينفع تتحمل مخاوف الناس اللي هتقول لك ده خروج امن لمهندس رامي فارس وكده فيه خطر ان الشركه هو بيهرب من مواجهه المشترين اللي هو ما سلمهمش لحد النهارده؟ اوكي طيب انا هقول لحضرتك على حاجه انا عملتها بالفعل، مش قاصد بيها اي شيء، ولكن انا قعدت افكر كتير انا والتيم بتاعي، وقعدنا نتناقش. يا جماعه احنا عندنا ازمه، احنا عندنا تأخير. عندنا تأخير ما احنا مش السبب فيه خالص، بس العميل كمان ملوش ذنب. احنا متفاهمين جدا انه التأخير ده احنا مش السبب فيه خالص، وهو لظروف خارجة تماما عن ارادتنا، ولكن احنا مقرين انه العميل ملوش ذنب. احنا فاهمين ده كويس جدا جدا. طب يا جماعة احنا على مدار السنين اللي فاتت كنا شغالين يعني زي ما بنقول كده بلغة السوق بايدينا وبسناننا عشان الموندو يقوم، اللي هو البروجكت الكبير. عشان الموندو يقوم احنا قومنا الموندو، احنا قومناه. المفروض النهارده كنا نقف، لو الظروف كانت في صالحنا كان المفروض النهارده شكلنا قدام العملاء عموما قدام الماركت كله، مش عملاء الموندو، لان عملاء الموندو الحمد لله رب العالمين كل واحد شقته تقريبا يعني لسه ما سلمناش فعليا تمام، لكن كل واحد شقته قدام عينيه ودخلها خلاص، يعني دخلها وشقته من بره، التشطيبات الخارجيه شغاله والتشطيبات الداخليه شغاله وخلاص، يعني الناس الحمد لله رب العالمين. والكلام ده بقى له تقريبا سنتين على فكره، ده مش النهارده، يعني ده من سنتين، مش وليد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. فاحنا كنا المفروض النهارده نكون واقفين، العملاء كلها بترفع لنا القبعه، برافو عليكم انتوا قبل الناس الكبيره اللي موجوده واللي كنتوا بتتحطوا في مقارنه معاهم، وهي المقارنه كانت ظالمه ليكم لان انتوا لسه يعني انتوا لسه في 2018 يعني شركه بقى لها 3 سنين. انتوا نجحتوا. انا دي كومنتس انا استقبلتها من عملاء، انه قالت لي في عميل انا قريت له كومنت عجبني قوي قوي قوي، كنت فخور، اللي هو بيقول لي سامحني عشان انا ظلمتك في 2018 وبديت واحده من الشركات اللي ليها اسم في الماركت ده عليك، والشركه النهارده بتلففني حوالين نفسي وانت النهارده انا شايف الصور كل ما بشوفها ببص كده واقول انا غلطت، فانا كان لازم اقول لك انا غلطت في حقك. فده كان حلو قوي. فقلت له ده اللي احنا بنسميه بناء الثقه. التأخير اللي حصل، أيوة. أنا فاهمة إن حضرتك بتقول إنه في تأخيرات حصلت في السوق العقاري كله ما كانش السبب فيها المطور لوحده. أوكي. مفهوم. تمام.
مين اللي بيعوض الناس دي؟ انا جاي لحضرتك هنا. الميتنج اللي عملناه ده كان مهم جدا ومحوري جدا جدا. هو كان الاساس يا جماعه، احنا ازاي نطمن العملاء؟ احنا التارجت الرئيسي بتاعنا بناء الثقه مع العملاء. فكنا المفروض نكون واقفين في حته النهارده احنا حلوين قوي قوي، بس الظروف اللي حصلت غصب عننا خلتنا في مكان مش اللي احنا بنتمناه. يعني يعني في عملاء متقبله الامر وفي عملاء مطمنه، بس في عملاء استل قلقانه وخايفه. طب نعالج ده ازاي؟ فقعدنا نتناقش مع بعض، فخرجت بقرار لطيف جدا جدا. قلت لهم اوكي، العميل النهارده مشكلته احنا عندنا تاخير، ومعترفين ان عندنا تاخير، ومش احنا السبب ومقتنعين بده جدا جدا، بس كمان مقتنعين ان العميل ملوش ذنب. العميل ملوش ذنب، احنا فاهمين ده كويس جدا جدا. ده اعتراف احنا فخورين بيه. ده انا زي ما قلت لحضرتك، نادرا ما حد بيقول كده. انا زي ما قلت لحضرتك انا بعرف اقف قدام المرايه واقول لنفسي انا فين المشاكل، في حين ان انا مقتنع انه مش انا السبب في التاخير. بس العميل ملوش ذنب، العميل ملوش ذنب، العميل ملوش ذنب. حط ثقته فينا وهو بيحط المقدم بتاعه او التعاقد بتاعه وهو بيدفع الاقساط بتاعته، حط ثقته فينا. فهو تفر ايه اللي بيحصل هو ملوش علاقه بيه. احنا معترفين بده وشايفينه كويس جدا. عندك حل؟ ما انا حليت خلاص. خرجنا بقرار لطيف جدا جدا. هو العميل اللي حط ثقته فينا في اللحظه ديت النهارده لو زعلان عشان ايه؟ عشان المشروع ما قامش، ما وصلش للمرحله اللي كان المفروض يوصل لها النهارده. ينفع اوصفها بشكل تاني؟ اتفضلي. العميل دفع اقساط لمده 4 سنين وبالذات المباني الاداريه هي دلوقتي في مرحله الانشاء او تحت الانشاء، يعني لسه في مرحله حفر، فاحنا بعيد، احنا متاخرين كتير قوي. اوكي. هي المهله مش دقيقه قوي، يعني هم تقريبا 3 سنين. 3 واحنا مش في حفر، احنا شغالين في اللبش المسلحه، ولكن مش دي البوينت، احنا متاخرين. اوكي. هنا قلنا وطلعنا بقرار، طب احنا عايزين نطمن العملاء ديت. واحنا اتكلمنا كتير وفي مراحل كنا بناخد، يعني في مراحل كنا شايفين ان احنا خلاص يلا هنبدا، فتحصل حاجه غصب عننا اتاخرنا. فكنا بنوعد العميل احنا خلاص هنبدا فنتاخر غصب عننا، احنا خلاص هنبدا فنتاخر غصب عننا، فالعملاء مش تسمع مننا كلام تاني. طب ايه الحل؟ طيب يلا بينا نقول للعملاء بتاعتنا كلها بالكامل بتاعت التاورز اللي هو فيها التاخير. قبل ما تقول الحل ممكن اسال سؤال؟ حاضر. الحل في الوضع الطبيعي لو انا المطور اتاخر عليا في التسليم، ان الناس تختار حاجه من الاثنين: اكمل ادفع اقساط وانتظر، او اطالب برد كل المبالغ اللي انا دفعتها وانا كده خسرت. عندك حل ثالث؟ يلا بينا نسمع. محتاج ميه هو فعلا. انا هقول لحضرتك، انا جدا 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 بحترم العميل. يعني حضرتك لو انا بحترم العميل جدا وبعتز بالعملاء جدا وبخاف على العملاء جدا عشان هم فعليا رأس مالنا. ده الواقع، ده الواقع. وكان الحل انه انا محتاج اعوض العملاء دي. اصوات طلعت احنا نعمل لهم لويالتي بروجرام. لا يا جماعه، ده مش التعويض المناسب وده مش اللي هيطمن الناس. احنا التارجت بالنسبه لي ثقه الناس تستمر، ثقه الناس تستمر. فانا مش راح اقول للعميل خد مش عارف كذا او اعمل كذا او رحله كذا او كذا عشان وده لا، انا كده بهزر يعني. فقررنا الاتي، قررنا ان احنا هنرجع لكل العملاء دي، واحنا بالفعل عملنا ده مع طور كامل خلصناه بالكامل يمكن من كام يوم، وهنبدا في الطور الثاني. وقلنا لهم احنا اسفين جدا، صدقونا انه غصب عننا مش بمزاجنا، ولكن احنا النهارده جايين نقول لكم انه حضرتك لو النهارده عايز او لو انت قلقان، انا تارجتي ان انت ما تكونش قلقان مني لو سمحت، عشان انا مش الشخص اللي استاهل انك تكون خايف مني. هو غصب عني وانا متفاهم ان انت مالكش ذنب في ده، تمام. وبناء عليه ايه راي حضرتك؟ انا هشتري منك اليونت بتاعتك بتمن البيع بتاعي النهارده. احنا عملنا ده بالفعل. ده مش قرار، ده ذكاء. يعني اذا قدرت اوصفها، انت بتكسب ناس غضبانين لكن بتزعل ناس تانيين. انت عارف كده؟ انا يعني خلينا نتفق انه واحنا بنفكر في ده، احنا تارجتي كله العميل واسمي وسمعتي. يعني انا تارجتي كله، انا ما عنديش نيه ان انا ازعل حد خالص. لا، انت هتزعل السوق العقاري كله. انا فاهم السؤال طبعا. السوق العقاري كله مش نيتي خالص والله. مش نيتي خالص. انما انا نيتي هنا
انه ازاي الثقه احافظ عليها. انا فعلا الموضوع بالنسبه لي عملائي، انا مش عايز ناس تزعل. انت كان مؤرق بالنسبه لك الاتهامات، الكلام عن انه ما سلمتوش، الغضب الدائم اللي هو معظم شركات التطوير العقاري متعوده عليه، كان مؤرق بالنسبه لك للدرجه دي؟ تيجي نتفق على حاجه. واحنا لو قسنا المشروعين بالنسبه للكومباوند هما لا شيء بالنسبه للكومباوند، يعني ككوست وايز هو لا شيء، بس الناس مش شايفه ده. هو كل واحد بالنسبه له ده مشروع طبعا اهم حاجه، وانا معاه 100%، وهو اليونت بتاعته واستثماراته والمستقبل، وهو صح 1,000,000%. انا مش بتكلم على دي قد ما بتكلم انه لو الناس بصت للموضوع هتلاقي ان كوست وايز هو التكلفه دي لا تقارن بدي، فاللي عمل دي قادر انه يعمل دي. فهو الموضوع غصب عن الشركه مش بمزاجها، في شويه امور خارجه عن ارادتها. يا مهندس رامي فارس النهارده في اغسطس 2024 بيقول اللي عايز يسترد قيمة الوحدة بتاعته في التاورز بتاعة العاصمة الإدارية يستردها بتمن بيع الشركة النهاردة، بسعر النهاردة. ده حصل بالفعل فن، والناس أخدت شيكات. يعني في بعض الناس، في نسبة يعني في نسبة من الناس، احنا عرضنا الكلام ده، أنا بقول لك على تاور بالكامل 100% من الناس اللي اشترت 100%. في برسنتج مش عارف حضرتك تحبي تعرفيها او لا؟ احب طبعا. كم حد حب ان هو يرجع فلوسه او ياخد او يبيع لك الشقه الواحده؟ هي كده مش بيرجع فلوسه، هو كده بيبيع. لا مش بيرجع فلوسه. هو انا بشتري منه بثمن البيع بتاعي انا النهارده، يعني ماليش علاقه حتى بالماركت. انا النهارده ببيع الكاش بكذا، القسط بكذا، دي الريتس، وهو مطلع عليها وشايفها وعارفها، واخر عقود اتعملت عندي. حضرتك تحب ازاي؟ انا احابب بالطريقه دي. يعني في حد مثلا استرد فلوسه، استلم شيكاته بالفعل. في حد تاني قال لا انا مثلا ناخدها على مش عارف على كام سنه ب 38 او 39 الف جنيه. اوكي اتفضل حضرتك. ده حصل بالفعل، والعملاء قعدنا معاها، وده حصل مع طور كامل متكامل. احنا عرضنا على الناس الهدف الرئيسي يا جماعه. والله ممكن حضرتك بس تبقى، انا عايزك تبقى ساتسفايد. لو انت كنت خايف على ROI بتاعك اتفضل، ده سعر النهارده، هو اتفضل. مش بقول لك كمان انا هدي لك باقل من سعري النهارده علشان انا عندي مصاريف كذا وكذا. لا لا لا، انا مش ناقش معاك في فلوس، انا مش عايز اناقش معاك في فلوس. انا عايزك تبقى ساتسفايد. انا عايزك وانت خارج من هنا تقول شكرا، الراجل ده انا لما حطيت فلوسي معاه من داي 1 حصلت ازمات في البلد وازمات عالميه، ومع ذلك لما حس ان انا خايف قال لي اتفضل فلوسك بتمن بيع النهارده. ما هو اللي انت بتقوله مختلف، لانه استرداد الفلوس في السوق كله وانت عارف ليه قواعد تانية خالص. مظبوط. وبيتخصم من المشتري نسبة التسويق ونسبة البروكرج وكل حاجة. كم في المية من الناس اللي انت عرضت عليهم الفكرة دي وافقوا؟ تقريبا 8%. 8 بقى مش 80. 8% بس. ترجمتها بقى ايه عندك؟ بعض الناس فهمت ان بعمل ده علشان انا عايز اليونت، فطبيعي لما الرقم يزيد ابقى مبسوط جدا. بس ده ما كانش الواقع. يعني بعض الناس دي من العملاء، انا بتكلم عن العملاء نفسها، بس ده ما كانش الواقع. الواقع ان انا كنت مبسوط جدا جدا بفكره ال 8%. كنت اتمناها اقل، لان كان التارجت الرئيسي بتاعي انا عايزه يطمن. واضح هو اختار يكمل معاك بالظبط. انا فلوسي ما راحتش. فانا بصيت للرقم. يعني انا لما بصيت ل 8% اتضايقت، بس لما بصيت ل 92% فرحت. يعني انا اتضايقت ان في 8% انا على فكره، يعني انا مؤمن جدا جدا ان انا ما خسرتش ثقتهم. لا خالص. ليه؟ لان هو لا ده كسب. يعني كسب، او على الاقل حافظ على قيمه فلوسه، حافظ على بشكل ابسط نسبي. الامور ابسط الامور حافظ على قيمه فلوسه. وهو ده السعر بتاع النهارده. فهو بالنسبه له انا ما قعدتش مع العميل ده يعني او العملاء دي وهي بتعمل ده، بس اعتقد او اتمنى ان هو شكرا. اللي هو على الاقل انا لما حبيت على الاقل ما خسرتش، لما قلقت وخفت قلت لي خد فلوسك بتمن النهارده. ده بيحط عليك مسؤوليه انك تنجز بشكل اسرع. احنا شغالين ولا بالفعل. انك كسبت وقت. انا شايفاها حركه ذكيه. اوكي. فانت اكيد استفدت منها كتير او هتستفيد ان شاء الله. انا نحبك تستفيد مش هنتضايق. انا واضح جدا في الاستفاده اللي بتمناها. كسبت وقت ولا كسبت ثقه ولا الاثنين؟ انا بتمنى تكون الثقه. الوقت مش هو العامل المهم بالنسبه لي. اتمنى تكون الثقه بس، لان هو ده التارجت كان من الفكره نفسها. يعني الفكره دي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا. ده الواقع، هي هتكلفنا فلوس كتير جدا جدا، ولكن انا لو هشتري بالفلوس دي الثقه انا موافق. انا كان
خوفي والقصد لما قلت لك ان في ناس تانية هتزعل، مطورين اخرين. هل تتوقع ان السوق العقاري ممكن يحصل فيه ربكة، انه في شخص عمل كده فدي تحط مسؤولية على مطورين تانيين؟ ايه اللي هيحصل بما انك بتقرا شوية احداث قدام؟ السؤال انا عادة مش بحب اتكلم عن الزملاء خالص، وانا يمكن عادة اصلا انا بطلت ان اطلع اتكلم اصلا. لا بس اكيد حسبت حساباتك، حسابات هل المنافسة حتى. هل انا مطالب وانا بفكر في العملاء بتوعي اني انا افكر في المطورين وعملائهم؟ لا بس خلينا ننتظر ونشوف. سؤال، بعض الناس لما تسمع الكلام ده، لانه عرض جميل وذكي، انا تاني برجع اوصفه انه عرض ذكي، فين المقلب؟ مفيش. على مسؤوليتي في برنامج شغل عالي. شكرا. مهندس رامي، هل ممكن يتشاف ان في مقلب؟ ايه ممكن يكون ايه؟ ما اعرفش. هيهرب ايه؟ مش عارفه ده هدفع فلوس؟ يا ريت يكون بيسجل. هدفع فلوس عشان اهرب؟ هو اللي بيهرب النهارده هتهرب وهتمشي في حاجه غلط هتحصل. زمان كنا بنسمع ان اللي بيهرب بيلم فلوس. هل اللي هيهرب النهارده بيدفع فلوس؟ ده جديد قوي. ده حلو، ده حلو، ده راجل طيب يعني وبيرجع لنا فلوسنا قبل ما يمشي. ازاي هيهرب وبيدفع فلوس؟ انت سمعت الاتهام ده قبل كده صح؟ كتير. كل ما بتسافر بره مصر؟ لا من غير ما اسافر بره مصر، ببقى جوه مكتبي فعلا والله. يعني 90% من التوقيتات اللي سمعت فيها الاتهام ده كنت جوه مكتبي. في اتهام تاني بيتقال لمطورين كتير، انت بتنجح وبالذات مع قصتك، لان قصتك فيها كفاح شخصي كبير قوي قوي، بتنجح وبتكبر. النجاح تهمه؟ لا مش النجاح تهمه. استنى بقى التهمه. ماشي. بعض الناس بتقول انا بحط فلوسي مع الراجل ده بثقه ان انا هاخد وحده يونت، لكن الناس دي بتركب عربيات وبتتفسح وبتسافر بفلوسي. انا اسفه بس ده كلام بيتقال. اوكي طب انا هقسم الامر لجزئين. ممكن الناس دي بتتفسح وبتركب عربيات، هل المفروض ما نتفسحش ما نركبش عربيات؟ المفروض تسلمنا الوحده. الناس هتقول لك كده سلمني الشغل. احنا اتفقنا على حاجتين دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم. قلنا ان احنا عندنا مشروعات. على فكره احنا عندنا قبل الموندو وقبل التاورز في 18 مشروع متسلمين من فترات يعني. اوكي فدي نقطه مهمه جدا وهنتكلم عنها. فهي الفكره انه في حاجات كتيره جدا اتسلمت، في حاجات كتيره جدا جدا اتسلمت. فاحنا لو اعترفنا ان احنا عندنا جزء من مشكله احنا مش مسؤولين عنها، بس احنا هنتحمل تبعياتها مسؤوليتها. هل هنا هنفضل بقى نقول ايه بقى؟ انتوا متاخرين يا جماعه. يعني احنا كنا فير جدا جدا مع نفسنا، كنا فير جدا جدا مع حضراتكم، واعتقد اللي احنا يعني عملناه وبنعمله واضح احنا بنعمله ليه، عشان والله ثقة حضراتكم بس تستمر فينا. لان التارجت بتاعي مش النهارده، التارجت بتاعي بكره. لما تقابلنا من 2015 قلت لحضرتك التارجت بتاعي بكره. لما تقابلنا في 2022 بكره قلت لك التارجت بتاعي بكره. والنهارده بقول لحضرتك التارجت بتاعي بكره. نفسي نتقابل 2026. ربنا يدينا عمر لده. هيكون مهندس رامي فارس مخلص ايه من مشروعاته القائمه؟ انا اسمحي لي عايز ارد على الجزء الثاني من السؤال عشان هو بيتقال ومش هنهرب من الناس بتقوله. هو بيتقال ومش بيتقال عليا انا لوحدي، هو بيتقال على الناس كلها. الفكره لو احنا عايزين نتجاهل فكره انه المطور ده عنده بزنس واثنين وثلاثه واربعه، خلاص هنتجاهل وهنقعد نقول مهندس رامي فارس عندك شركات تانية غير رفكو للتطوير العقاري؟ طبعا شارك الناس بيها طبعا. حلو يعرفوا. عندي شركة مقاولات، وعندي شركة سياحة فئة ألف، وعندي شركة خاصة بالتكنولوجي والسيستم والابليكيشنز وما إلى ذلك، وعندي في شركة مفاجأة كده هنعلن عنها قريب وهي موجودة فعليا وشغالة بالفعل والناس عارفاها بس هي ما تعرفش انها تبع المجموعة. وعندي شركة استثمار سياحي غير شركة السياحة. عندك وقت لكل ده؟ بخلق وقت طبعا. بخلق وقت طبعا، وده سبب من أسباب ان انا مش هعرف ابقى الشخص التنفيذي. ده سبب من الأسباب. لازم تبقى بتفكر استراتيجي اكتر. مش هعرف اكون الشخص التنفيذي
عايز ارجع تاني لدورك كمطور واسالك ليه مشهور عن شركه رافكو او مهندس رامي فارس انه ما بيتعاملش مع بروكرز، قليل التعامل مع بروكرز؟ يعني اولا احنا كنا بنتعامل مع بروكرز في 2020 تقريبا اتعاملنا مع ما يقرب من 150 او 160 شركه بروكر في اللونشز بتاعتنا ما بين المول التاور ده للتاور ده كان واقع. قبل كده ما كناش بنتعامل بروكر، بعد كده ما كناش بنتعامل مع بروكر، ولكن الموضوع مش مقصود. يعني انا مش عايز اقول ان انا من مدرسه الدايركت، مش عايز اقول كده عشان ما يزعلوش مني، ولكن هو الموضوع مش مقصود خالص. ولكن في بدايات الامر احنا عشان كنا بنشتغل مشاريع الصغيره كلها بالكامل انديفيدوال، فاحنا كنا شغالين لوحدنا عن طريق الدايركت. وبعد كده لما دخلنا الموضوع في العاصمه الاداريه الجديده فاشتغلنا برضو دايركت لحد ما بعنا تقريبا 30% من المشروع. وجت بعد كده مرحله بقى المول والتاور اللي دخلنا فيها الساده اصحاب شركات البروكر، وعملوا معانا مجهود عظيم جدا 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 لابعد الحدود في المرحله دي، وكوننا معهم علاقه محترمه جدا جدا، ده الواقع. وجينا بعد كده حصل بقى عدينا 21 لانه هو البروكرز دخلوا معانا مرحله نهايه 2020 بدايه 21، كملنا مع بعض 21، وبعد كده حصل التوقف بتاع 22 واللي هو اتفهم منه انت خلصت مبيعات، انت مش محتاج بيع، وبالتالي انت مش محتاج تتعامل مع بروكر، والماركتنج بتاعك وقف، وبالتالي خلاص مفيش شغل. فالناس فهمت ان احنا بعدنا عنهم علشان احنا خلصنا شغل. انت لو سالت البروكرز النهارده هيقول لك ورافكم خلصها مشروعاتها اصلا مبيعات، فعشان احنا بعدنا وكنا قاصدين ان احنا نهدى. لكن دلوقتي انتوا رجعتوا، مش كده؟ مظبوط، وشغالين دلوقتي شغالين مع بروكرز. برضو فلسفه الانفاق الاعلاني الرهيب بالذات في الشوارع في التطوير العقاري دي بقت واحده من الامور العاديه خلاص المفهومه. اوكي، عندك وجهه نظر مختلفه انت في الحكايه دي؟ مظبوط. الناس بتوع الماركتنج يزعلوا مني. بتوع الماركتنج يا حرام بيسمعوا افكار جديده طول الوقت. انا مش من المدرسه بتاعه الاوتدورز، مش من المدرسه دي. يعني هدي حضرتك مثال، ممكن اصح، ممكن اكون صح وممكن اكون غلط، مش بقول ان الناس غلط خالص، بس بقول ان دي وجهه نظري ودي المدرسه اللي انا بحب اتبعها. حضرتك لو رحنا لشركه وقلنا لها هو حضرتك العملاء بتوعك، قبل ما نقول ان الشركه تعمل اوتدور ولا لا، لان انا بلاقي الناس دايما يعني الساده اساتذتنا بتوع الماركتنج اللي شغالين في الحته دي بيخش انا عايز اعمل بروباجندا، يلا اعمل حمله اوتدور. طب ممكن نقف لحظه، هو التارجت اودينس بتوعك فين؟ لا، في كل مكان. يعني التارجت بتاع التطوير العقاري لما هم موجودين في الشارع برضو. ممتاز. لانهي مشروع؟ على حسب. طيب لو انا شركه مبيعاتي 80% منها للعاصمه الاداريه، انا بتكلم على السوق بتاعنا مثلا سوق العاصمه الاداريه بره مصر، 80% منها بره مصر، يبقى مش هعمل بالبورد جوه مصر. هتقولي لي طب ما احنا عندك 20% وده رقم كبير جدا. صح، ال 20% منهم دول تقريبا 15 ل 17% بيجوا من المحافظات. فحضرتك بتعمل كامبين اول دور ب 30 مليون ولا ب 20 مليون ولا ب 40 مليون علشان 1%؟ لا، هو ما بيعملش عشان كده. لا، هو بيعمل سبب تاني خالص. هو عايز البروباجندا، براندنج. لو حضرتك سالتي اي حد بيفهم، وهم كلهم فاهمين الكلام ده كويس جدا جدا لانهم اساتذه، وقلتي له هو حمل كامبينه الاول دور براندنج ولا اويرنس ولا هارد سيل؟ يعني انت هتبيع منها ولا هي براندنج؟ يقول لك لا، هي براندنج قولا واحدا. طب براندنج لمين؟ اقول لك مفاجاه وانا ادعي 97% من عملائك اصلا مش هيشوفوها، فيقول لك براندنج. الواقع بقى لما تيجي تكلمي حد فيهم لما تزنقه لا مش قصه زنقه، بس لما يبقى ندخل بقى في نقاش بقى، يبقى اذا انت حولت الكامبين من كنت بتفكر في الكامبينه هي فقط براندنج، في حين ان البراندنج مهم جدا 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 جدا، ولكن ما بشوفش ان ده الواي بالرقم ده. حضرتك بدأتي السؤال بالانفاق الضخم، انا مش شايف ان ده، وهم مش غلط، بس تحاول تكون دبلوماسي، بس دي طريقتك، وانا بشوف انه طريقتك مختلفة على طول الخط، فمن الطبيعي انها تكون مختلفة في التسويق. اول مرة هو مش هتخانق معاك في الحلقة النهاردة، هوافقك جدا، لانه انا احيانا اقول انا مش فاكرة البنت الحلوة اللي جنبها وردة دي بتاعت شركة ايه ولا كومباوند ايه، ومش فاكرة السلوجن اللي مكتوب في الشارع ده بتاع مين، وفي فوضى حقيقية في سوق الإعلانات اللي موجودة في الشارع، في فوضى بصرية يعني. أنا مسؤولة عن كلامي وأدعي أن أنا شوية فاهمة في هي البودجت كبيرة
كبيره بتاعت شركات العقارات، برسنتج كبيره، ارقام كبيره، والشركات كتيره. فعشان حضرتك، عشان كده حضرتك شايفه الامر، شايفاه يا جماعه كتير اكتر من اللي لازم، فمحدش بيفتكره. بالظبط. موافقه جدا. عايز اسالك اسئله سريعه جدا عن السوق العقاري، لانه بيقولوا كده من ناحيه تانية انه الاستثمار في العقار، بعض الناس بتقول انه فقد قيمته. اللي كسب من العقار كسب قبل 2022 وما بعدها الفرص قلت. الى اي مدى توافق على الكلام ده؟ المدى ده هنعتبره يعني من 0 ل10؟ 0. اوكي. ما زال لحد دلوقتي استثمار في العقار ولا انه شخص يستخدمه؟ يعني ايه يستخدمه؟ سكن يعني؟ أسكن بس كده. لو جينا النهارده لونش بيحصل لاحد المشروعات في وات ايفر فين المناطق، الواقع ان الناس بتتحرك وبتجري على اللونش ده عشان تاخد سعر قليل، السعر بتاع اللونش، عشان بعد اللونش بيوم باتنين بشهر باكس من الوقت السعر بيختلف. هو بيبقى دفع مقدم بس، يعني ممكن تدخلي حضرتك في لونش تحطي مقدم ليتس سي مثلا، حصلت معايا في واحده من اللونشز، وده طبيعي وبيحصل، انه بيخش العميل، دخل العميل حجز اليونت ب 100,000 جنيه، خرج على الباب عشان عندنا البيع قفل، خرج على الباب اخد 150,000 جنيه اوفر في اليونت. بس المعروض كتير جدا، هل ده لسه بيحصل؟ لسه بيحصل على حسب المشروع واللوكيشن والنيدز بتاعت الناس. مهندس رامي، بكل سهولة وسلاسة كده، هل انتهى الاستثمار في القطاع العقاري؟ يعني العقار بقى مخزن للقيمة، ما بقاش حاجة أقدر أستثمر بيها وأزود قيمة فلوسي؟ أنا سمعت المصطلح ده. خلينا نحسبها حسبة صغيرة بسيطة وسريعة بالأرقام عشان تبان الأمور قدامنا. تيجي نرجع لبداية العاصمة الإدارية الجديدة بما ان ده الماركت بتاعنا. يا ريت، ولان العاصمه دلوقتي بدات تنتعش يعني. ده اللي انا فاهماه. من دي وان اعتقد ان العاصمه يعني ماشيه بخطى ثابته وانا شايفها انها ناجحه جدا. طيب لو رجعنا ل 2018 بدايات العاصمه خالص، هنبص نلاقي ان متوسط سعر بيع السكني كانت اقل شركه بتبيع تقريبا ب5 وكسور، واعلى شركه بتبيع ب 9,000 جنيه، واحنا كنا تقريبا حوالي 6 أو 7 شركات اللي كانوا في البدايه يعني بيعلنوا بيع. فلو اخدنا متوسط من هنا تقريبا 7,000 جنيه مظبوط كده. طيب حضرتك 7,000 جنيه دول كانوا بيمثلوا وقتها في 2018 الدولار ب 15.75 تقريبا، فبيمثلوا تقريبا حوالي 420-430 دولار. طب تيجي النهارده سعر متوسط سعر البيع السكني، متوسط سعر البيع 42,000 جنيه، وحطي تحتيها 30 خط في ان ده متوسط، في اعلى من كده بشويتين. اوكي، ده رقم كبير قوي، ده واقعي النهارده، احنا بنتكلم النهارده، ده موجود النهارده. تمام. فلما تيجي تقيسي بقى ال 42,000 جنيه للسعر الدولار النهارده 48 يديني 900 دولار تقريبا. يبقى ازاي نقول مخزن؟ ازاي نقول كده وهو انا كان معايا 400 دولار لو هو فقط يعني حاجه يعني بحافظ فيها على القيمه بتاعتي، المفروض الاقيهم النهارده 400 دولار 450 دولار، لا هم النهارده معايا 900 دولار. يعني حضرتك عايز تقول انه اهم كمان من الاستثمار في الدولار بمراحل كبيره؟ طبعا بدون نقاش. من زاويه تانية لازم اسالك، الجريه الكبيره او القفزات السريعه للسوق العقاري قد ما هي مكسب لناس اللي بتستثمر والمطورين، طبعا ربنا يبارك لكم، مش بنحسد ولا حاجه، هي من ناحيه تانية مش هي دليل على ازمه قادمه؟ طب هي بس الفقاعه العقاريه هتحصل امتى؟ يا انا بسمع المصطلح ده من زمان قوي، من 2008. بسمع المصطلح ده من زمان قوي. هو بس نقطه ربنا يبارك لكم دي والنظره دي اللي هو انا حسيت دلوقتي لا ما اقصدش حضرتك والله، انا ما اقصدش حضرتك، انا اقصد في العموم النظره دي مش صحيحه. احنا بنواجه تحديات صعبه جدا. طب اعيد السؤال واسالك، هل حضرتك بتقول انه شركات التطوير العقاري مش بتكسب؟ لا ما فيش بيزنس ما بيكسبش، ما حدش قال كده، ولكن اصل ده مصطلح عام او فكره عامه اللي هو ايه، ربنا يبارك لكم. يعني لا انا بقولها بنيه كويس. لا والله ما اقصدش حضرتك، بس هو فعلا حاجه عامه، هي حاله موجوده في الماركت. يا جماعه احنا عندنا تحديات فعلا مرعبه، فروق الاسعار اللي بتحصل كل لحظه، الموضوع مرعب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن في نقطة كده وشيء بيردد بشكل دائم، وهي أزمة حقيقية موجودة في الماركت، إنه دايما العميل حاسس إنه المطور مش شايفه. ممكن أقولها بشكل أوضح، أنا النهاردة واخدة قبعة الصراحة. يلا بينا. دايما العميل حاسس إنه اتنصب عليه، إنه في مقلب،
مصطلح تقيل قوي، معلش سامحني، مصطلح مسامحك، بس مصطلح تقيل قوي قوي انت قوي. قول اتنصب عليا في العقار، وانا اسفه برضو في استخدام الكلمه دي. يعني انا شايف ان المصطلح قاسي جدا جدا. اولا احنا في، مش عايز اقول كلام كبير، بس احنا في دوله فيها قانون، وفكره اتنصب دي فكره صعبه، واحنا بنتكلم عن العقارات تحديدا فكره صعبه قوي. وفي فرق كبير جدا جدا ما بين عميل من 1000 كمثال يعني حاسس انه اتنصب عليه، فده ما بنسميهوش نصب، دي مشكله وتتحل، وما بين ازمه حقيقيه عند 1000 عميل جوه شركه. ففي فرق كبير. ده النموذج ده موجود عندنا منه كام؟ يعني موجود عندنا منه كام؟ 2 3 4. لاجل شهاده للامانه انه التعثرات دايما بتبقى بحسن نيه، او في معظم الاوقات زي ما حضرتك بتقول. وعشان كده عايز اسالك السؤال اللي انا مأجلاه للاخر، لاني قد ما احنا جينا عليك كمطور كتير في الاسئله، لازم نوضح للناس للمشتري ان العلاقه بين المطور والمشتري طول الوقت فيها حاله من الترقب، وده مفهوم. يعني انا مش هطمن وهثق غير لما هستلم وحدتي واعيش فيها. عشان كده المطورين الاقدم في السوق المصري يمكن مشاكلهم مع العملاء اقل. سؤالي هنا، ايه التحديات اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي المشتري ما يعرفش عنها حاجه؟ ايه الكواليس بتاعت الشغلانه دي؟ اعتقد انه احنا في توقيت من قبل ما نبدا نتكلم في اللي المشتري ما يعرفش عنه حاجه، هل اللي المشتري عايشه وشايفه ولمسه بايده مش كفايه؟ يعني ده سؤال. احيانا بيقول لك انا العلاقه بيني وبينك عقد، صح نفذ العقد، صح 100%. صح 100%. ايه اللي انا ما اعرفوش؟ ايه اللي دايما في العقود بيبقى فيه حاجه كده اللي اسمها الظروف القهريه. تمام. الظروف القهريه اللي حصل ده كله ظروف قهريه. تمام. ومع ذلك انا النهارده مع حضرتك لو وليا الشرف افترضت ان انا بمثل جزء من المطورين، طب ما انا النهارده بقول لحضرتك انا واحد من المطورين، طلعت بحل بقول للناس تعالى اشتري منك اليونت بتاعتك بسعر بيع النهارده. اذا احنا بندور دايما على حلول علشان نكسب بيها ثقة العملاء بتوعنا. فكرة الترقب من زاوية العميل وده موجود زي ما حضرتك قلتي، واحنا مش هنهرب منه. اعتقد لانه العميل بيبقى فاهم انه المطور ده في كرسي المساج ده لو راح الشركة ده لو راح الشركة كرسي المساج والسكرتارية. والله الافلام القديمة انا عارفها لا، وانت بتحط صورك على البحر وانت بتصطاد كتير. اوكي، فاكرينك بتصطاد طول النهار. اموت. طيب ما طبيعي يا جماعة احنا عايشين. ما طبيعي احنا عايشين. حضرتك انا عميل بالنسبة لك وحضرتك عميلة بالنسبة لي، صح؟ هل ينفع انا عميل بالنسبه لك وانت عميل والعكس صحيح؟ يعني احنا في حالات كتيره جدا ممكن نتقابل ابقى انا عميل عندك وفي حالات عكس حضرتك ممكن تبقى عميل عندي. هل ده معناه ان احنا نموت؟ لا، ده كلام مفروغ منه. انا سؤالي فعلا انا بقول لحضرتك دي فرصه انك توضح للناس ايه اللي هم ما يعرفوهوش. يعني ايه الاعذار الحقيقيه اللي عند المطور اللي متاخر؟ انا نفسي اخد عميل من العملاء. انا بحترم كل العملاء على فكره، وفعلا وزي ما قلت لحضرتك انا ببقى شايف دايما انه العميل انا ضد مقوله ان العميل دايما على حق على فكره، يعني عشان دي ممكن يلا نتخانق فيها لو حضرتك عايزه، ولكن انا بحترم العميل جدا 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 يعني وبقدره جدا وبكير جدا جدا على العميل وعلى رايه وعلى تخوفاته. ولكن انا نفسي بقى في عميل من دول يجي يحضر معانا يخش معانا والله يدخل ايه الخناقات بتاعتنا بقى جوه المكتب عندي. يا نهار ابيض، برضو ما قلتليش التحديات. يا نهار ابيض، عارفين ان شغلكم صعب، كل الناس شغلها صعب. ايه التحديات اللي الناس ما تعرفهاش؟ طيب هل حضرتك محتاجه تتكلمي عن تحديات غير اللي الماركت بيقابلها؟ تغيير سعر الصرف أيوة. كل يوم والتاني، تغيير اسعار المحروقات كل يوم والتاني، زياده ارتفاع الاسعار، الازمات المختلفه اللي مرينا بيها. هل ده مش كافي بالنسبه للعملاء؟ انا بتكلم في العموم مش بتكلم عن شركتي، ان هم يبقوا شايفين الحاجات اللي هم نفسهم لمسينها وبيعانوا منها يوم ورا يوم ورا يوم. هل دي تحديات مش كافيه؟ لا طبعا كافيه، وانا بشكرك على اجابتك دي، وبشكرك كمان على المبادره اللي انت طرحها. الاثنين مع بعض يوزنوا. عايز ارجع اسالك شويه اسئله عامه، يعني ناخد نفس عميق كده، هنطلع بره رافكو ونستفيد من خبرتك. وبصراحه انا بشوفها يعني واعتقد ان انا لسه جوه الخناقه دلوقتي. انت يعني لسه انا جوه الخناقه في المكتب. احنا فعليا مش عايز اقول يوميا
ولكن هقول لك كل ساعتين 3 احنا في مواضيع كبيره جدا. طب الموضوع تحديات. انا مش افتكر بسيط. انه في ناس كتير كانت تشتكي من انه ازمات الحديد في فتره من الفترات، ازمات المواد الخام حتى في فترات من ازمات الاستيراد. انا جاوبت اهو. ازمات الاداره مش كده؟ حتى ازمات اداريه داخل احنا الشركات. بنفتقر في مصر للاداره. احنا عندنا فشل اداري في مصر. احنا ما فهمناش عن ايه اداره، ما تربناش على اداره، ما تعلمناش اداره، ما درسناش اداره، ما عندناش اداره في مختلف القطاعات. حضرتك خشي اي كيان او اي شركه ودوري على النماذج الاداريه الحقيقيه اللي يتبني عليها كيان وتطور وتنجح، معدودين على الايد. طبعا احنا بنفتقر ده، احنا بنعاني دايما. انا هقول لحضرتك على حاجه، في فتره قريبه الناس لمست عندنا شويه تخبطات من نوعيه انه في ميس كوميونيكيشن. هو ده كان طبيعي لان احنا كنا بنعيد تطوير وهيكله الشركه كلها بالكامل، فبالتالي ده طبيعي جدا انه يحصل. بعض الناس كانت متفهمه جدا وكانت مبسوطه جدا باللي بيحصل وعارفه ان ده صح وطبيعي ولازم ده هيحصل معاه، وبعض الناس لا. فالناس كانت بتبقى شايفه ده ايه، ده استهتار. ده العميل اللي هو بيبقى شايف انه انا مترقب طول الوقت. وفي نوع تاني بيقول لك ايه الخطوات العظيمه دي، برافو عليكم برافو عليكم، لان هو كير على الكيان وعلى الشركه. هو مش بيفكر بس في نفسه، هو عارف ان اللي بيحصل ده في مصلحته. انا في بعض العملاء قليلين جدا من زمان على تواصل شخصي معايا، يعني كوننا صداقات مع بعض العملاء، الناس المحترمه واللي عقلياتها حقيقي. هم للاسف كلهم برا مصر. مش عايز اقعد اتكلم في الحته بتاعه الاداره دي كتير، ولكن هم كلهم برا مصر. فحد منهم انا فاكره كويس جدا وقت قرار ان انا اقوم من على كرسي مجلس اداره، وبالنسبه لي على فكره ده كان قرار اكيد صعب. عارفه انت بتقوميني بالعافيه. يعني انا بقوم نفسي بالعافيه حرفيا. انا اخدت القرار ده بالمناسبه، يعني الظروف كانت مناسبه جدا 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 في التوقيت اللي قلته، ولكن القرار ده انا ليا بصمه حضور وانصراف. فكل سنه في نهايه السنه ببص انا حضرت بنسبه قد ايه. السنه اللي انا قررت ان اقوم فيها اللي هي 23 ما عجبنيش نسبه الحضور والانصراف بتاعتي كرئيس مجلس اداره. بجد والله مش هزار، ما عجبتنيش نسبه الحضور والانصراف بتاعتي كرئيس مجلس اداره. فقررت انه هو ده التوقيت اللي لازم اقوم فيه، لانه انا عايز رئيس مجلس اداره متواجد معظم الوقت. لا مش معظم الوقت، انا اسف، هو اكتر شخص لازم يكون موجود. هو اكتر شخص لازم يكون موجود. فشجعني على القرار ده، او مش شجعني عليه، هناني عليه بعض الناس اللي فعلا العقليات القويه. لا، الناس اللي فاهمه اداره فاهمين انه بالزبط. مش لازم العقل اللي بيخطط هو العقل اللي بينفذ. يا سلام، ده كلام سلام. محترم. التنفيذ هيمنعك من التفكير طبعا، او بنسبه ما. انت محتاج العقل ده. لو انت شايف ان العقل ده فعلا هو بتاع التخطيط، لو سمحت فرغه للتخطيط. عجبني لما انت قلت ان احنا عندنا ازمه اداره، لانه بما انك حطيت ايدك عليها فانت كمان ممكن تكون عندك حلول او افكار للحلول. ايه المخرج اللي بشكل شخصي انت بتشوفه ممكن يحقق نجاحات اسرع لمصر؟ رغم يعني انا الحاجه اللي اقدر اناقشك فيها انه قد ما عندنا ازمه اداره قد ما عندنا كفاءات معطله كتير. المعادله دي تتظبط ازاي؟ على فكره فعلا احنا عندنا ازمه اداره، وما تعلمناش اداره، وما فهمناش اداره، وما درسناش اداره، وما تربيناش على اداره. بس احنا عندنا كفاءات. مش عايز اقول كفاءات، ولكن عايز اقول ان احنا عندنا ناس يعني شويه عليها شويه تراب. لو عملناهم كده احنا عندنا عباقره. لان الناس دي بتطلع بره فعلا هم عباقره، هم فعلا عباقره، ولكن بنطلع للي بيعرف يتعامل معانا. انت لو اتكلمتي مع اي موظف ايا كان درجه كفاءته هيقول لك انا مديري مش مديني المساحه. فاذا بصرف النظر من درجه كفاءته، هو الفكره كلها هو مستني اللي فوقيه يلمعه. في كتير جدا منهم عنده القابليه، بس مين اللي هيعلمه؟ حد يكون فاهم اداره. معلش، فاذا احنا ممكن نستورد اداره. انا موافقه. ممكن. ايه رايك؟ يعني اسف، يعني انا مش عارف المصطلح مناسب ولا لا، بس ممكن نستورد اداره او نتعلم اداره. ما نستورد، معلش، ما نستورد عشان نتعلم. هنتعلم منين؟ لا، من الكتب نظري. انا اسف، احنا عايزين نتعلم عملي. ممكن نتعلم عملي، ممكن نستورد اداره تعلمنا عملي. ممكن يا جماعه الموضوع بسيط. انت عملت كده بشكل شخصي؟ انا عايز ناس تيجي تضيف لي وتفيدني في شركتك. طبعا انا عايز ناس تيجي تضيف لي وتفيدني. هو انا مش عايز حد اقلب، انا عايز حد. انا فاكر انترفيو لاحد رؤساء مجالس الادارات، قلت له انا عايز حد اشطر مني. فقال لي يا باشمهندس، قلت له حضرتك لو مش شايف نفسك اشطر مني
ما هو انا هستفيد منك ايه؟ لازم تبقى اشطر مني. لازم تبقى اشطر مني. انا عايز. ودي واحده من يعني من علامات القياده الناجحه، ان انا ابقى موافق ان في حد اشطر مني. لا هو لو مش اشطر مني طب هيفيدني ازاي؟ هيجي ليه ما هجيبه ليه؟ انا عايزه اشطر مني بجد. انا عايزه اكتر التزاما مني، لان انا قمت عشان انا لقيت نفسي لا عندي شغل تاني وشركات تانية اخدت جزء من وقتي. لا ستوب، دي الام، دي الاهم، دي الاساس. عايز ارجع يعني اخاطب المهندس رامي الشاب قبل ما اختم حوارنا النهارده، لاني الحوار معاك طول الوقت يعني في تشالنجينج قوي. عايز اسالك، انت بدات حياتك العمليه وقصه نجاحك كشاب مصري عنده حلم، وانا فاكره قوي انت قلت عنده حلم وبيشتغل وبيحطه على ورق وبيشتغل، صح كده؟ الثلاثه دول. فالنهارده بعيدا عن كل اللي اتكلمنا فيه على مدار الحلقه، في قطاع تاني كبير جدا اسمه الشاب اللي لسه متخرج واللي مرتبه كويس بالمناسبة. هيشتري فين وهيأجر بكام؟ لو احنا قلنا له اشتري، ايه المتاح ليه؟ لو قلنا له أجر، مش لازم تبتدي تشتري، حتى الإيجارات أسعارها غالية جدا. عندك رؤية لده؟ عندك حل؟ أنا عارفة أن الحلول بتيجي من الناس اللي بتشتغل في المجالات. في سؤال أنا كنت خايف منه بصراحة، وحاسسك يعني السؤال حضرتك رحت له شويه. رحت له شويه. انا كنت متعاطفه وبأعلن تعاطفي، متضامنه وبأعلن تضامني مع الشباب اللي احنا بنكلمهم طول النهار عن استثمارات عقاريه وهم بعيدا الحته دي. يعني انا السؤال دايما ببقى خايف اتساله، مش عشان مش عارف اجابته، انا عارف اجابته، بس انا مش راضي عن اجابته اللي انا هقولها. انك بس هو غصب عني. انك في فتره كنت جزء من الحل وانت دلوقتي مش قادر تكمل الدور ده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا 18 مشروع، وبالمناسبه احنا بدأنا 2016 2015 اول مشروع عملناه، كنا في نهايه 2015. اول مشروع عملناه كان 2016 واستمرينا لحد 2019 بنعمل مشاريع. للي مش عارف، دي مبادرة ابني شقتك المهندس رامي بيتكلم عنها، اللي هو بدأ بيها حياته العملية. مزبوط. اللي كان من خلالها بتبني انت شقق بسعر التكلفة تقريبا. مظبوط صح كده؟ مظبوط. كنا بناخد كوست بلس 10% بس مش اكتر من كده. النهارده وقفت ليه؟ اقول الحمد لله اولا. بالمناسبة يعني بما اننا فتحنا الكلام، احنا سلمنا كل مشاريعنا في ابني شقتك بالكامل، لان كان في مشروعات فيهم بدأت في 2019 وكانت مهلة التسليم بتاعتها 4 سنين، فلسه متسلمة مؤخرا. فلو تسمحي لي ان انا احتفل بده معاكي واقول انه الحمد لله. حضرتك عارفة ان احنا تهاجمنا كتير جدا 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 في المبادرة دي في بدايتها، وحضرتك كنت معايا في بدايتها، وانا عارفه ان وقتها انت تهاجمت من يعني اللي بيشتغلوا في هذا المجال، اللي بيحققوا منه مكاسب كويسه، كانوا شايفين ان انت منافس هتاثر على السوق. يعني الفكره مش اللي كانوا هم شايفينه، الفكره اللي كانوا هم بيذيعوه. هم كانوا دايما بيذيعوا انه ده هيهرب، ده مش هينفذ، ده مش هيسلم، ده بيضحك عليكم، دي ارقام مش حقيقيه، مفيش منطق. بعيدا عن ان هم بنفسهم اضطريتهم واجبرتهم ان هم يعملوا مبادرات مماثله في فتره من الفترات عشان يقدروا يتعايشوا مع الامر، لان كان الامر انا فرضته عليهم خلاص، كان الزامي بالنسبه لهم مع الوقت. مشروع في مشروع في مشروع في مشروع في مشروع، 18 مشروع كانت في فتره قصيره جدا جدا، وده رقم كبير جدا لشركه نشأة صغيره جدا، يعني حتى مش نشأة بقوه، لا دي شركه بتبدا بشاب لوحده، فده الرقم كان كبير جدا جدا. فالنهارده اقدر اقول الحمد لله رب العالمين، انا سلمت كل مشروعاتي دي بالكامل بالشكل اللي اتفقت مع العملاء عليه. للعلم كانت دايما الناس بتمسك في حته انه ده بيكتب في العقود بتاعه الشقق بتاعه المبادره، طبعا الكلام ده كان زمان يعني ملوش علاقه بدلوقتي خالص، انه في احتماليه لزياده الاسعار. فانا كان ردي ايوه طبيعي يا جماعه، انا بشتغل كوست بلس، فهو طبيعي انه لو السعر زاد حضرتك هتدفع الزياده، ولو السعر قل حضرتك هتاخد الفرق. فالناس كانت دايما تقول لك طب ما هو السعر دايما في زياده، فكنت بحط لهم برسنتج جوه العقد ده كحد اقصى يعني للعقود. في مشاريع انا سلمتها عددهم اعتقد 5 أو 6 مشاريع، من المشاريع دي 0
لا اعتقد اكتر من، لا 6 مشاريع، ممكن يكون 6 مشاريع زيرو، ما خدش من العملاء جنيه واحد زياده، مع ان العقد يحق لي ان اخد منه 35% زياده. وده اللي يرجعني للسؤال، الشركات لما بتكبر بيبقى عندها مسؤوليه مجتمعيه. هل شركه رافكو بخلفيه المالك رامي فارس اللي كان بدايه حياته هو الشغل ده اللي نقدر نسميه عمل مجتمعي حقيقي، العميل ممكن ترجع مبادره ابني شقتك؟ العميل بمعنى العميل هو السبب. ليه؟ الضغط النفسي اللي العملاء حطتنا تحته على مدار الفترة اللي فاتت خلتنا نقرر ان انا مش هكمل. للأسف. اي نوع من انواع الضغط؟ كل انواع الضغط اللي ممكن تتخيليها. الثقة، عربيتك بفلوسنا، حياتك بفلوسنا، كل حاجة بتعملها بفلوسنا. الانتقاد اللي يخليك تبطل الحاجة الكويسة، مش النقد اللي يخليك. انا قلت لحضرتك انا هديكي اجابة انا مش راضي عنها، صح؟ انا فعلا مش راضي عن الاجابة. بس هو ده الواقع، انه فعلا تعبت. المنتاليتي بتاعت العميل، انت روحتي تساعدي حد هو زيك بالظبط، هو مش قادر يشتري. يلت سي مثلا، هدي حضرتك امثله صغيره وبسيطه. عندنا مشاريع مثلا هليوبلس الجديده، سعر المتر النهارده فيها تقريبا 10-12 الف جنيه المتر. مشاريع كنت ببيعها ب 2000 جنيه المتر، تمام؟ هو كان في التوقيت اللي انا ببيع فيه ب 2000 كان السعر ب 6000 جنيه وب 5000 جنيه. كنت انا منتظر حاجه واحده بس، شكرا بس والله بس فاهمه قصدك. انا سلمت في معادي، سلمت بالكواليتي اللي اتفقت عليها واحسن شويه. يعني انا عندي بعض العملاء بتدلع عليا، انا بحبهم قوي، اللي هو ايه، هندسه اعمل لنا كذا، حاضر انا يعني انا بحب الطلبات اللي هو ايه، لما تعشم فيا انا بحبك قوي، انا اوكي ماشي موافق. بس عندنا النقيض تماما، واللي هو مفيش حاجه. يعني ليتس سي مثلا، انا فاكر احد العملاء، انت عامل الواجهه دهانات ليه؟ ايه ليه مش عاملها ماده؟ طب حضرتك ليه عايزها ماده؟ علشان الدهانات ارخص، دهانات خارجيه جوتاشالد يعني أرخص. انت عايز تقول انك المحاسبه تحولت الى محاكمه؟ يعني الموضوع كمان غلط، كمان غلط، والمعلومه غلط. انا بكلف حاجه اغلى، اشيك، احلى، هو عايز يديبيت فقط، فبيكلمك انت ليه ما عملتيش الماتيريال الاقل كفاءه اللي هو متعود يشوفها. احنا وصلنا لده فعليا، انتقاد لاجل الانتقاد. برافو عليك. ليه بقى؟ علشان اقول كلمه تانية، اللي هو على فكره انا مهندس وبفهم اكتر منك. انت مش معنى انك ستوب، هو الموضوع مش شخصي، احنا مش بنتسابق، الموضوع مش شخصي، احنا مش والله في مسابقه. انا بكلمك في سيتويشن حصلت دي بقى منها. مفيش امل ترجع مبادره ابني شقتك؟ خلينا في الحلقه دي زي ما انت قلت مفاجاه حلوه للعملاء الحاليين اللي بيستثمروا معاك، يبقى عندنا امل انه يبقى في فرص للشباب اللي بيعانوا من ازمه اقتصاديه حقيقيه. في الشركه عندي هيزعلوا مني وانا بقول الكلام ده، لان هم على فكره ودي معلومه، البعض في الشركه جوه الشركه بيديبيت عشان يرجع المبادره بشكل او باخر، حتى عن طريق شركه منفصله تبقى تحت الجروب. ولكن انا بوضوح بتهرب من الموضوع. طب احنا مستنينك لما تقرر نعمل حلقه تانية. في الختام هسألك شوية أسئلة سريعة جدا، هنقول الجملة أو الكلمة، وقول لي أول حاجة جت على بالك لما سمعت الكلمة دي. إيه أكتر يوم قلت لنفسك أنا فشلت فيه؟ أكتر يوم؟ يعني مرة يعني؟ ده كتير، أنا بقول كده كتير. أنا بحسب نفسي كتير قوي. أنا بس عايز أتكلم في حتة الفشل دي مهمة قوي، عشان الناس فاهمين إن الحياة نجاح بس، وإنك لو فشلت مرة فأنت ضعت وانت مش كويس وانت شخص فاشل. بالعكس، معظم الناجحين بيقولوا انا فشلت كتير كتير. كتير. انت ممكن بتقابلني مواقف طول اليوم. يعني انا كنت بتكلم مع احد رؤساء مجالس الادارات عندي، وبنتخانق في حاجه كده يعني جوه الشغل، فبقول له انا عارف ان انا مش كل قراراتي صح. انا ممكن يكون مثلا 30% من قراراتي غلط، بس على الاقل بعمل قرارات. لا مش دي بس البوينت، مش دي البوينت. بس مجمل قراراتي 70 الصح زائد 30 الغلط، او 50 الصح زائد 50 الغلط، مجمل القرارات موصلنا للنجاح. انا همشي بالطريقه دي يعني نظريه، يعني فاهم الفكره؟ نظريه. يعني انت حضرتك بتاخدي مثلا 10 قرارات في اليوم، وانا شغلي باخد قرارات، بس انا طول اليوم باخد قرارات. كان في الشركه دي او الشركه دي او الشركه دي، لان انا مش بدير، انا مش فانا يا اما بحط رؤى يبقى باخد قرارات. تمام. فجماعه ممكن اكون باخد 10 قرارات في اليوم،
100% ال10 قرارات مش صح. ده امر انا متاكد منه، فاذا ده فشل في حد ذاته، ده فشل في اتخاذ بعض القرارات. هرجع معاك للاسئله السريعه ومش محتاج تشرح، احنا عايزين الناس تفكر في اللي انت بتقوله. اوكي. ايه اكبر مخاوفك؟ الفشل مع انك مجربه. ليه بتخاف وعايش. منه؟ عشان افضل ابعد طول الوقت وافضل طول الوقت بفكر فيه بالطريقه الايجابيه. انا مش هفشل، اشتغل زي ما قلنا في اول حلقه، اشتغل طول الوقت. لازم اقعد اقول لنفسي انت مقصر في الحته ديت بطريقه ايجابيه على فكره، عشان برضه الطريقه بتفرق كتير جدا جدا. انت مقصر في الحته ديت، لا كان لازم تعمل كذا وكان لازم تعمل كذا فاهم الفكره؟ فاكبر مخاوفي هي دائما الفشل. انا عايز انجح. تاثير العلاقات الشخصيه على الحياه العامه لاي شخص بينجح في حياته. انا ده تاني صفر هقوله لحضرتك في اللقاء. انا صفر في العلاقات الشخصيه للاسف. ما بتبنيش شبكه علاقات. ده مش صح خالص. انا غلط في النقطه دي. وزي ما قلت لحضرتك انا عارف مميزاتي وعارف عيوبي وبعرف اواجه نفسي بيها، فدي واحده من عيوبي. انا مش الطف حاجه في القصه دي خالص، مش بمزاجي، غصب عني. انا طول الوقت فقط شغل. انا مش من النوع اللي ممكن اخلص شغل واخرج او اعمل كذا، لا انا بخلص شغل وارجع البيت. في الويك اند بتاعي ممكن اسافر بس كده، ذات فانا ما عنديش شبكه علاقات. انا حياتي مقفوله على الشغل واسرتي فقط لا غير. الناس اوقات بتفهم ده غلط، انه ده شخص متكبر او انه ده شخص كذا. والله يا جماعه لا خالص انا مش الشخص ده. بس انا ما بعرفش اعمل الحته دي. اوكي. ولكن نرجع بقى للسؤال، ده امر مهم جدا 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 لابعد الحدود. يعني دي حاجه انت تحب انك تطور نفسك فيها؟ اتمنى. شكرا على صراحتك وعلى الأريحية اللي اتكلمت فيها، وانك استحملت كتير من الأسئلة اللي احنا حاولنا ننقل لك فيها رأي الناس. شكرا باشمهندس رامي. انا بشكر عليك جدا جدا، وبل بالعكس انا اشكر جدا اي حد اتكلم قول اللي عندك. لما هتتكلم هسمعك، هعرف ارد عليك، فحضرتك هتكون عني انطباع، تقتنع بكلامي او تزعل مني فتقولي لا انا مش مقتنع. فالنقاش ده هيوصلنا لشيء، ده افضل بكتير من اننا ما نتكلمش. فدي حاجه لطيفه وحلوه وانا بشكر حضرتك عليها جدا. ميرسي، بشكرك. النهارده واحنا بنختم حلقتنا مع مهندس رامي فارس قلنا له انه قصه نجاحك وتدرج المحطات اللي عدى بيها فكرنا بحلقه برضو ابتدينا بيها سيزن، حلقه المهندس طاهر. بشجعكم انكم تتفرجوا عليها، شوفوا الرابطه، شوفوا الفرق والتشابه كمان. مهندس طاهر نموذج ملهم جدا في بدايات رحلته في التطوير العقاري. مهندس رامي يمكن سبقه بخطوات تانية، لكن التشابه عينك ما تقدرش انها ما تشوفوش. شغل عالي